أهلا بيكم. عارفين إن إحنا اتأخرنا عليكم لأسباب خارجة عن إرادتنا نظرا للأحداث اللي بتحصل في الدول العربية والإسلامية. ندعو الله ليحفظهم جميعا ويفك الكرب عنهم. وبكده نكون خلصنا أول 3 وحوش في طريق الجواز: الشقة، الشبكة، المهر. ولو دول بس خلوك تقول يا رب استر. استنى لما تسمع اللي جاي. لو فاكرين الشقة والشبكة والمهر اللي اتكلمنا عليهم الحلقة اللي فاتت كانوا صعبين، استعدوا لأن اللي جاي بيبوظ الجوازة قبل ما الكتاب يتكتب. الفرح اللي المفروض يبقى ليلة العمر وبقى مشروع تبرعات إجباري لكل مرة. النهارده داخلين على منطقة ألغاء. الجهاز اللي بقى سباق ماركات، والقايمة اللي بقت كلبش بتحطه بنفسك في ايدك. الحاجات اللي بتقلب العائلات ضد بعض وتخلي العريس والعروسة نفسهم يسألوا هو احنا جايين نتجوز ولا داخلين حرب أهلية؟ واحد يجي لك يقول لك ما ينفعش نعمل فرح صغير، عيب علينا، الناس تاكل وشنا، وانت اصلا ما بقاش معاك تجيب جزمه لنفسك تحضر بيها فرحك. حلقة النهارده مش هزار، هنقول اللي الناس بتخاف تقول، وهنكشف كل لعبة بتتلعب على العريس وكل ضغط بيتحط على العروسة. ولو انت او انتي داخلين على جواز، الحلقة دي هتبقى بمثابة انذار مواجه. اهلا بيكم في الحلقه الثانيه اللي حرفيا هتبتدي عدها معاك. اهلا بيكم في اخطر محطة في الطريق. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بين الحق والناس. الجواز في مصر بقى منافسه بين العائلات، مفيش حاجه اسمها الضروره، كل حاجه لازم الفاخر من الاخر. الغساله الاوتوماتيك فوق ال 15 كيلو علشان لو حابين تقلبوها مشروع مغسله بعد كده. لا، التلاجة بقى ديجيتال من الارض للسقف، وفي الاخر اللي اتحط فيها باقي حله المحشي اتقفلت امبارح ونص ليمونه في الدرج بتاع التلاجة. والتلفزيون بقى 70 بوص عشان نتفرج على الناس بالمقاسات الطبيعيه، وخد عندك بقى الديب فريزر عشان العجول اللي بنقحوها كل اسبوع اللي ملهاش مكان في التلاجة، والميكرويف عشان نسخن حله المحشي اللي موجوده في التلاجة، واخيرا الاختراع الجديد الاير فراير اللي لازم نسخن فيه الاكل. عشان ايه؟ الميكرويف مش صحي بس لازم نجيبه برضه. خد عندك بقى الاساس، غرفه نوم كامله 14 قطعه، وغرفه الاطفال اللي لسه في علم الغيب كامله برضه. لا، والمعلم الكبير النيش اللي واخد مساحه من الشقه وملوش اي ستين لازمه، صالون، ركنه، سفره، وكرسي المرجيح عشان تتمرجحوا في البيت، وكرسي متحرك عشان العريس تقيل ولو جات له جلطه محدش هيعرف يشيله. ست بطاطين، 20 طقم ملاي، 80 فوطه الوان. لا بقى، وادوات المطبخ حدث ولا حرج، طقم حلل جرانيت، طقم حلل سيراميك، طقم حلل تeflon، اي طقم تقديم، طقم خزف للضيوف، طقم خشاف، طاجن فخار، 222 كوبايه وفنجان، وعشرات المعالق والسكاكين والشوك للاكل، واهم حاجه طقم الجيلي اللي في جهاز العروس. وفي الاخر مفيش الا مكرونه وبانيه، ولو اتمدينا شويه يبقى الاندومي. والضيوف ما بتجيش الا في حاله العزل، وفي الاخر بياكلوا بايديهم زي البنا مش بالشوكه والسكينه. طب ليه البذخ والاسراف ده كله في حاجات انتوا عمركم ما هتستخدموها؟ هو احنا كده لازم الحاجات دي كلها تيجي؟ هذا ما وجدنا عليه اباؤنا واجدادنا. طبيعة الجواز عندنا بتكون على أساس المشاركة. الأهالي بيقعدوا مع بعض ويتفقوا انتوا عليكوا ايه واحنا علينا ايه. بتختلف من أسرة للتانية على حسب الاتفاق. والعريس غالبا بيكون عليه الشقة وتشطيبها، وعليه الغرف الرئيسية زي النوم والصالون والأطفال، وممكن جزء من الأجازة. والعروسة بيكون عليها المطبخ وأدواته والسجاد والنجف والفرش والستاير واللازم منه. والوضع في الأقاليم في موضوع الجهاز ده بقى كارثي. اضرب كل الكلام اللي فات ده كله في 2. البنت لازم جهازها يبقى فيها غسالتين وتلاجتين وفرنين، ده غير أجهزة تانية كتير وأدوات بيجيبوها، وبتفضل في الكراتين والأكياس زي ما هي ما بتتفتحش. والشقق عندهم في الغالب بيكون في دوار العيلة بتاعت العريس، والمساحات عندهم أوسع وأكبر وعدد الغرف أكتر، فبالتالي بتحتاج فرش أكتر ومصاريف يعجز عنها المواطن أبو هشيم. أمال ما هي بنت البندر مش أحسن منها؟ عشان كده شباب كتير من الصعيد بيطلعوا يشتغلوا في الخليج بالسنين، ويهلك نفسه ويشيل حمل كبير عشان يوفروا مصاريف الشقة والجهاز ويرجع يتجوز في بلده. كتير من الأسر عندنا كانت بتجهز البنت من صغرها، ويفضلوا يشتروا لها حاجات بيت الزوجية من أول ما تنزل من بطن أمها، والدكتور يعرف نوع المولود، وده عرف متوارث من عشرات السنين.
بدافع انهم بيسهلوا على نفسهم بدل ما يشتروا كل حاجه مره واحده وتبقى الشيله تقيله عليهم، وما بياخدوش بالهم من فرق الزمن وان في حاجات كتير من اللي بيشتروها بتبوظ او بتقدم مع مرور الوقت، والزمن بيختلف من وقت للتاني وكل حاجه بتتطور، والشيء اللي بيبقى حلو انت بتشتريه النهارده بكره بيبقى فيه اللي احدث منه واجدد منه، واللي دفعت فيه فلوس عشان تخزنه لبنتك بكره هيبقى قديم وملوش طلب. طبعا ده بيحط الشباب واهل العروسه تحت ضغط مالي ونفسي شديد، وبيخلي الجواز ازمه وتكاليفه عاليه بتوصل لانهم بيتداينوا بمبالغ كبيره عشان يقدروا يسطروا بنتهم، والشباب في ظل الحد الادنى للاجور بيشتغل شغلانتين او اكتر علشان يقدر يوفي بالتزاماته ويجهز. خلصنا من التجهيز، تعال بقى على الموضوع اللي الزمن بيقف عنه وفي جوازات بتتفركش بسبب القايمه. القايمه هي الحبل اللي بيتلف حوالين رقبه الراجل اللي داخل على جواز، دي مبروك عليها بدفع تامين وانه حقها وكده، وانت للاسف مفيش شيء بيأمنك. تلاقي العريس بعد ما عدى من كل الفخاخ اللي فاتت جاي له لسته شبه لسته اسعار محلات الجزاره، ومكتوب فيها الحاجات اللي جايبينها والحاجات اللي العريس جايبها وحاجات تانية خالص محدش فيكم اصلا جايبها، وكمان بيكتبوا الدهب اللي ممكن تكون جايبه 50 جرام ويكتبوه 250، وبيتكتب بالجرامات عشان الدنيا بتغلى يا غالي. ودايما قائمه المنقولات بتتحبس ومربوطه باسعار الاسواق العالميه وبورصه الذهب. ولما تيجي تقول يا جماعه يعني ايه امضي على قايمه ب 700,000 ولا بمليون جنيه، يقول لك علشان ده حق البنت ومن هنديك البيت ببلاش. طب افرض بقى لا قدر الله اتقمصت منك ولا غضبتها، مين هيطلع عينك ولا يمطك ولا يحبسك؟ ما هي القايمه يا عريس. طب ليه يا جماعه كاتبين حاجتي اللي انا جايبها واللي انتوا جايبينها؟ ما تكتبوا للعروسه جايباها بس. طيب ما هو ده اللي حقها. يردوا عليك ويقولوا لك ولا تتلمط كتير وشكل نيتك مش تمام، ده لو تطلع يالا صح. ولا انت عايز لو بنتنا لا قدر الله طلعت ناشز ولا وريتك النجوم في عز الظهر تطلقها وترجعها لنا؟ لا يا حبيبي مفيش ترجيع. لا وناقص كمان تاخد حاجتك اللي انت جايبها بفلوسك وعرق، ويمكن تروح تتجوز بعدها عادي كده، ويبقى لا بعت كليتك ولا فص من كبدك ولا اتمرمط ولا اتسجنت وطلع 3. هو ده اللي ناقص. ولو انت لسه متردد وقلبك مش مطمع تمضي على نفسك ومستقبلك وتسلم مصيرك للعروسه واهلها، يجي لك صوت ابوها يخترق حاله الشرود الذهني اللي انت فيها ويقول لك يا ابني دي حته ورقه بتتمضي الزمن تترمي في الدولاب، انت قلقان ليه؟ ما عندك اخواتها البنات جوازاتهم ماضيين على قايمه وعايشين زي الفل بيسمعوا كلام مراتاتهم والحياه ماشيه زي الفل، ولا انت مش شاري ولا ايه؟ وطبعا علشان تبان شاري مضيت وقلت ربنا ما يجيبش شر. وممكن كمان اللي يطمنك وتخليك تمضي هو والدك او عمك اللي قاعد معاك في الاتفاق، يقول لك يمضي يا ابني، دول شكلهم ناس محترمين ومش هيحتاجوا الورق ده. وبعد ما تمضي لو حصل حاجه انت اول واحد هيتسوح ومحدش هيعرف يعمل لك حاجه ولا يساعدك. القايمه دي اصلا عرف يهودي مستحدث ودخل على بلادنا من عشرات السنين، ما كانش موجود قبل كده، وفي الدول اللي حوالينا مفيش حاجه اسمها قايمه. العريس بيجهز بيت الزوجيه وبيدفع مهر على حسب اعرافه، ومحدش بيمضيه على حاجه ولا حد بيلزمه ان لازم يجيب اجهزه زي البذخ اللي اتكلمنا فيه من شهرين. وفي الدول الغربيه بتكون كل حاجه مشاركه ما بين الزوج والزوجه، بيجهزوا مسكن الزوجيه سوا وبيتشاركوا ويقسموا كل الواجبات ما بينهم حتى ايجار السكن والمصاريف. واخواتنا في الصعيد موضوع القايمه ده مختلف عندهم حبتين، تعالوا نعرف ايه اللي بيحصل. في الصعيد القايمه دي حاجه كبيره ومهمه وبتعتبر عادات واصول متجذره فيهم من زمان، وبيعتبروها كمان من ضمن اشكال الوجاهه اللي بيتفخروا بيها قدام بعضهم. والرقم اللي بيتكتب في القايمه ده بالنسبه لهم اهم ما في القايمه، كل ما كان مرتفع كل ما اتصنفت من العائلات المرموقه، وكمان بيعلوا على بعض. القايمه بتتكتب مش على حسب الحاجات اللي جات ولا اسعارها، لا بتتكتب على حسب اخر بنت في العيله اتجوزت واتكتب لها قايمه بكاف، وبالتالي لازم انت تكون اعلى منها. متوسط مبلغ القايمه في مصر عموما بيكون 700,000، وفي الصعيد خصوصا حدث ولا حرج المتوسط بيكون مليون وانت طالع، وده لحد وقت تسجيل الحلقه. محدش عارف بقى كام دلوقتي. في ناس بتقول ان القايمه دي تامين للمراه وانه حقها الشرعي وكده. لو هنمشي بالشرع يا مصري يبقى الراجل يجهز بيته بالكامل بقدر استطاعته، والعروسه تيجي بشنطه هدوم، والعريس يدفع لها مهر وما يمديش على قايمه علشان ما يوديش نفسه في مصيبه مع اول خلال. الشرعي المهر اللي اندفع، والمؤخر ده لو طلق مش القايمه. لما الشاب بيختار شريكه حياته وطالب الحلال وداخل البيت من باب، ليه مصرين نعامله على اساس ان هو حرام؟ ليه بنسيء الظن في بعض وتبقى العلاقه بدايتها سوء نيه وتخوين؟ ومضي الشاب على اقصى الامانه. ايوه القايمه قانونا زيها زي اقصال الامانه بالظبط، والاحكام فيها بتصدر بالحبس. وعلى الرغم من ان الشاب بيبقى جاد اغلب الجهاز والفرش
بيمضي على قايمه بكل اللي جابه واللي هم جابوه، والاسوأ كمان ان هم بيكتبوا حاجات في القايمه لا يقبلها عقل ولا شر، زي الدهب اللي العريس جايبه وبيكتبوه في القايمه وفي حوزه العروسه اصلا، وزي الفوط وكوبايات وملايات السرير. ده انا شفت ناس ممضين العريس على الملابس الداخليه اللي العروسه جايباها. عيب والله، ربنا ما قالش كده، ما قالش ان العريس ملزم ان هو يمضي على عقده وفي نفس الوقت يردها زي ما جابها جديد. ولو حاجه باظت من الاستردام سواء منها او منه يبقى خال الامانه ويتسجن. ما قالش ان امضي على اقسال امانه وان الامانه تبقى تحت ايد اللي مضيني عليها طول الوقت. اللي بنشوفه دلوقتي من بعض الناس عندها فجر في الخصوم، بيستخدموا القايمه كسلاح يسلب الراجل قرار، ولو حصل خلاف ما بينه وما بين مراته حتى لو بسيط ترفع القايمه وهي لسه على ذمته وتدخله السجن. عايزينه يعيش حنفي في البيت. لو الهم اللي يبكي ان هم ممكن يستغلوا ان الزوج في الشغل مثلا او مسافر كام يوم وراجع، ويروحوا متجمعين ويجيبوا الشقه كلها على البلاط، واخدين كل اللي في الشقه والمنقولات كلها اللي هو ماضي عليها، ويرفعوا عليه القايمه ويطالبوا بيها او بقيمتها. ده انا شفت ناس رجعت من اشغالها لقوا مراتاتها هي واهاليها خالعين الحوض بتاع الحمام واخدينه وماشيين، اللي ما عرفوش ياخدوه كسروه وبعدها جرجروه في المحاكم وطالبوه بالقايمه وحبسوه. يعني الزوج يخش الحياه الزوجيه شايل اقساطه ومديون وماضي على نفسه ورقه مهدده بالسجن طول العمر. خلوني اقولها من الاخر، الشرع في موضوع تجهيز البيت والقايمه واضح جدا ومش محتاج اختراع. الشرع قال النفقه الاساسيه ومسكن الزوجيه على الراجل، بس ما قالش ان الراجل يشيل 7000 بند ويفرش البيت من الابره للصاروخ، وبرضه ما قالش ان اهل البنت لازم يجيبوا جهاز من كوكب المريخ. الشرع سايبه للناس تتفق بالهداوه وباللي ربنا مقدره لكل طرف. يعني الشرع بيقول البيت يتجهز بحسب الاستطاعه، اللي يقدر عليه الزوج يعمله واللي تقدر عليه الزوجه تشارك بيه لو حب. مفيش الزام، مفيش فرق، ولو جابت حاجه هي دي اللي يكيت جدع. الشرع واقف في النص، لا بيشجع استنزاف الشباب ولا بيضغط على اهل المن. الشرع عايز بيت يتبني على الموده والرحمه، مش شاب يتبهدل ولا اهل يتضايق ولا نمضي ونبصم بعض عشان مش مأمنين بعض. ده في جوازات بتنتهي قبل ما بتبدأ بسبب القايمة، والمشكلة اننا بنسمع كلام المجتمع اكتر ما بنسمع كلام ربنا. فلو عايزين نرجع للصح فيبقى نرجع للعدل، والعدل مش بيقول مين يشيل اكتر، العدل بيقول مين يقدر يساعد عشان المركب تمشي من غير ما تغرق. انت فاكر يا جزار ان الدنيا خلصت لحد القايمه؟ ابسولوتلي. تعالى بقى نشوف الفرح، فشخره فاضيه واستعراض غير حقيقي للامكانيات. تلاقي اهل العروسه طالبقه هتشيل 500 نفر، وهي اصلا العروسه عدد عيلتهم الاحياء والاموات 18 فرد. تقول لك لا انا صحباتي كتير ومحتاجين قاعه كبيره علشان تحتويهم. صحباتك مين حضرتك؟ مفيش الا 2 واحنا عارفينهم. طب كده 20، ليه بقى قاعه 500؟ هو كده انت عايز الناس تاكل وشنا ولا هي دوي ولا الفستان؟ تقول لك انا عايز فستان مرصع بكريستال من كل الجوانب. فاكره نفسها يا نجف، ويكون الديل بتاع الفستان بحجم القاعه اللي هنعمل فيها الفرح علشان المعازيم يقفوا عليهم برجليهم واحنا الضرس. ولما تيجي تشوف الفستان اللي هي اختارته بكام، هي حاجه كده ب4 5 اصفار وايجار مش تمليك. مجرد الكام ساعه بتوع الفرح ويدفع يدوي وكله كوم بقى، والعريس كوم تاني. تلاقيه يا عيني وشه ما فيهوش مكان من كتر الديون اللي لطشت فيه، ويروح يجيب بدله توكسيدو او مستورده برقم محتاج قرض من البنك. بس دي بقى بتبقى تبليق مش ايجار زي الفستان، ودي بقى بتتلبس مره واحده وتتشال في الدولاب لحد ما الزمن ياكلها. وتلاقيه بقى راح مأجر عربيه من غير سقف وموديل السنه الجايه، او عربيه رولز رويس طولها 16 متر عشان تزف. طب يا ابني ما تلم ايدك شويه في المصاريف وكفايه ديون وفشخره لحد هنا. يقول لك دي فرحه العمر يا صاحبي. طب يا حبيبي الف مبروك، يبقى قابلني. الافراح عندنا في مصر جميله وليها طابع خاص وعادات مش هتلاقيها غير عندنا، منها الحلو ومنها الوحش. خلينا نحلل الاول. الحلو في افراحنا انها بتجمع الاهل والحبايب والاصحاب اللي بيبقوا فرحانين بالجوازه او توديع العزوبيه. بيبقى فيها تكافل بين الاهل والصحاب، وفيها دعم منهم عيني في شكل هدايا او مادي في شكل مقطع، ودي بتساعد شويه في مصاريف الجواز. الافراح عندنا بتتميز بالطابع الاسري، والقاعه بتبقى مقسومه نصين، نص الاهل العريس ونص الاهل العروس، وده بينقلنا الجانب التاني من عادات الافراح السيئه واللي هتحصل مهما حاولت تقل منها او تمنعها. الجمهورين اللي قاعدين قصاد بعض في القاعه دول ما بيبطلوش نميمه على بعض، وكل فريق شايف نفسه احسن من التاني في الوضع الاجتماعي والنسب او حتى الذوق. ده حتى العريس والعروسه ما بيسلموش من لسانهم، وبيفضلوا يتريقوا على ضحكتهم وشكلهم وفستانها وبدلته. وفي عاده بقى كل الشباب عارفينها ومنتشره في غالبيه الافراح
ودي من أسوأ العادات في الأفراح اللي عندنا، وهي إن أصحاب العريس وهما بيرقصوا والعريس وسطهم يروحوا موجبين معاه. ايوه زي ما انتوا فهمتوا بالظبط، هو ده الواجب اللي انا قصدي عليه. ومش صحاب العريس بس، ده ممكن كمان المعازيم من الجانب التاني يعملوا معاه كده، واي حد حتى لو الناس بتوع القاعه والبوفيه ممكن يوجبوا معاه. الحقيقه انا مش لاقي رد اقوله على الموضوع ده غير انه جهل بالدين وعادات فاسده تراكمت في الافراح على مر الزمن. حبايبنا بقى في وجه قبلي، موضوع الفرح ده عندهم حاجة تانية خالص. الفرح ده عندهم ممكن يبدأ قبل ليلة الدخلة بأسبوع، وبيكون عندهم ذبايح ومعازيم وضيوف بايتة عندهم، علشان الفرح تقريبا من قبل الميلاد. نومهم وأكلهم وشربهم كله على حساب صاحب الفرح، وده بصراحة كرم زيادة قوي منهم للضيوف اللي تقريبا بيفضلوا ضيوف حتى بعد الفرح. ودي مش حاجة وحشة، بالعكس، لكن بتكون مكلفة جدا وبتعلي من الاتفاقات والتجهيزات اللي ممكن لو العريس أو العروسة وفروها هيعملوا بيها حاجة تنفعهم، أو على الأقل ما يضطروش إنهم يتضايقوا. ويوم الفرح الواجب والنقطة بتوع العريس بتكون يا فلوس، يا إما ضرب نار كتير، يا إما هدايا تانية أو مواشي. ولو دخلنا جوه من ناحية الجنوب أكتر هتلاقي إن عادات الأفراح ممكن تختلف أكتر، وحلقة واحدة مش هتكفي إن إحنا نتكلم عنها كلها. الخلاصة تكلفة الأفراح ومصاريفها عندنا مرتفع ومختلفة باختلاف العائلات والأماكن. ولو أهل العريس والعروسة فكروا شوية بشكل عملي هيلاقوا إنها كلها تكاليف ملهاش أي 60 لازمة، غير إنها فشخرة على بعض على الفاضي. وبكده احنا كملنا معاكم الرحلة من أول مرحلة لآخرها. وقفنا في محطات كتير وقابلنا مطبات كتير، منها اللي عديناه ومنها اللي ناس وقفت عليها ومش عارفة تكمل. احنا حطينا النقط على الحروف وبينا ليكوا أغلبية العادات والاختلافات اللي بتكسر الجواز وتحوله من فرحة العمر لغلطة العمر. مش معنى كده إن كل حاجة وحشة ولا إن مفيش أمل، كل حاجة ممكن تبقى أحسن لو بس فكرنا وحكمنا عقلنا واحتكمنا لشرع الله في أمورنا الزوجية والدنيوية، عشان البيت والأسرة يستقيموا ونبني أسرة قوية تفيد المجتمع. ولو لسه معانا وبتتفرجوا علينا، الحمد لله على السلامة، احنا وصلنا لبيت الزوجية. بس دي مش نهاية الرحلة، دي محطة، ولسه باقي المحطات داخل البيت اللي اتبنى واتكون بعد الصعوبات دي كلها هنحكيها لكم بعدين. هتدخلوا معانا عالم الزوجيه وهتعرفوا حوار ان الست مش ملزمه، وحكايه ان الراجل ما بقاش طايق البيت. هنقول لكم على اللي بيحصل ورا الابواب ونفرش قدامكم الحقائق كامله من غير ما نقطع منها اي حاجه. خليكم متابعينا علشان نبارك لهم في الصباحية ونفضل معاهم لحد ما نعرف أسباب المشاكل ونحاول نشوف لها حل.